السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في قناة زملكاوي، والنهاردة فيديو سريع جدا إن شاء الله هنتكلم فيه عن أجدد الأخبار والمستجدات في إطار نادي الزمالك وجميع ال... الأمور المجاورة لنادي الزمالك. النهاردة هنتكلم باستفاضة شوية في بعض الأمور وبعض المحاور. النهاردة هنتكلم في يوم 27 يناير يوم الجمعة، أهم الأحداث وما يسبقه وما بعده إن شاء الله. وهنتكلم إن شاء الله عن ما حدث في الأخبار، وبسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناة زملكاوي، وإن شاء الله الخير جاي بإذن الله. ما تنساش تشترك في القناة لو عجبك الفيديو وتعمل لي كومنت جميل زيك عشان أفرح، وإن شاء الله أرد عليك في أسرع وقت بإذن الله. هيا بنا على الأخبار علشان نقول اللي حصل النهاردة، والبداية مع أجمل حاجة في اليوم وهي الإسماعيلي. ألف ألف مليون مبروك الإسماعيلي والجماهيره بالتحديد. الصبر والتحمل، ربنا كرمكم وعوضكم بخير إن شاء الله. فوز مهم جدا في وقت مهم جدا، وقت مهم جدا جدا جدا، بحيث ان هو يبدأ يدي الفريق ثقة ويخليه يرجع تاني في اطار الصعود عن منطقة الهبوط. مع ميدو اللي كان دايما لما كان يتكلم يقولك ادوني بس يا جمهور فوز، نفوز وهنمسك فوز واحد. الفريق النهاردة حالة من البطولات، حالة من الانتصارات والنشوة. الفريق النهاردة بيجروا بعد الهدف الثالث، كله بيجري على ميدو عشان فرحانين وعارفين ومقدرين قد ايه الراجل ده تعبان معاهم، قد ايه الراجل ده باذل مجهود قوي جدا علشان يطلع الفريق في احسن صور. على قد ما هو تعبان، على قد ما الفريق كله بيرجع بالثقة، كله بيأدي اللي عليه، كل الفريق يبقى رجالة علشان حاجة واحدة بس: فرحوا الإسماعيلية وفرحوا جمهور الإسماعيلي المحترم اللي ياما شقي وتعب مع النادي. الإسماعيلي فعلا محتاج فرحة قريبة جدا، ربنا يفرحهم وهم فعلا يستاهلوا كل خير. جمهور محترم وكمان نادي محترم، وكمان إن شاء الله نشوفهم قريب في أحسن منطقة بالنسبة لهم، ويبعدوا عن المناطق الوحشة دي، مناطق الهبوط والحاجات دي. إن شاء الله ميدو محترم، ميدو مدرب عالمي، ميدو مدرب يقدر ان هو يعلي الفريق، وفعلا فريق بأقل إمكانيات ميدو هيعمل منهم حاجة كويسة جدا، وأنا واثق من كده. والإسماعيلي إن شاء الله ربنا يكرمكم، وبإذن الله تفضلوا على الريتم ده ومن أعلى لأعلى ومن نجاح لنجاح يا رب، إن أنتم محترمين وتستاهلوا كل خير. ويلا بينا على الخبر التاني معانا. والخبر التاني معانا على طول: يوسف أوباما، اللاعب ابن الزمالك، اللاعب المحترم. النهارده أوباما بيلعب أول مباراته مع فريق جديد في السعودية في دوري يلو. النهاردة أوباما بيحرز هدفين ولا أروع، هدفين قمة في الجمال. والهدف التاني حكاية، حتة كده من الزمن الجميل يا أوباما اللي تعب واللي شيء مع كل إدارات الفريق قال له يمين يقول لهم يا جماعة يمين، الفريق يقول له شمال يقول لهم يا جماعة شمال. الفريق فعلا مرمط أوباما، لكن أوباما راجل، أوباما الزملكاوي، أوباما اللي طول عمره بيسعى في خدمة الزمالك وبذل كل العطاء والجهد عشان يورينا قد ايه ان ده راجل يستاهل ان هو يلبس شيرت الزمالك. يا رب تكون فتحة خير عليك وتبقى فعلا وش الخير عليك في السعودية، ان انت تتألق، وبإذن الله كلنا واثقين فيك يا أوباما ترجع افضل من الاول وتبقى متألق. ربنا يكرمك ونشوفك في احلى الصور، وفعلا انت راجل وتستاهل كل خير، وكل جماهير الزمالك بتحبك علشان انت راجل وياما استحملت كل الظروف. ربنا يكرمك يا اوباما ويعلي من مراتبك، وان شاء الله فعلا تتألق عشان انت انسان محترم وصافي من جواك، انسان تستاهل كل خير. والله يا اوباما كلنا بنحبك، وانت فعلا على قد ما في اوقات كانت بتبقى زعل او كده، بس انت فعلا كنت على وجه الرجولة، انت كنت راجل فعلا تستاهل كل خير. ويلا بينا على الخبر اللي بعد كده، الخبر التالت معانا، ويلا بينا.
الخبر التالت معانا وهو النهارده نزل أسامة نبيه التدريبات. طبعا على ما أظن إن هما بدأوا التدريبات من امبارح، بس أسامة نبيه وصل. وكمان بدأ بقى في موضوع التعليمات. وأسامة نبيه بص، برغم الانتقادات برغم أي شيء انت لازما هتدعم الفريق غصب عن أي حد. معلش، زمالك مش واقف على حد، لكن ان احنا برضو فريقنا وحبيبنا لازم نعليه. لكن برغم كل شيء هندعم الزمالك. أسامة نبيه كان وشه حلو علينا السنة اللي فاتت، قدر ان هو يجي بعد كارتيرون والخسارة من الوداد 3-1 هناك على أرض الوداد. رجع جه لعب ماتش فيوتشر، فاز 3-2، ماتش دراماتيكي جدا، هدف بن شرقي في الآخر على ما أعتقد. وكمان فزت على الجونة 2-1. فكمان كان فعلا عمل راقي جدا منه، خلى هو حافظ الفريق، عارف الفريق مفاتيحه ازاي. اكيد في بص تتفق او تختلف، هل هو كويس هل هو وحش، هو الراجل عارف الزمالك كويس، ويكفيك ان ابنه كويس جدا وبيلعب كويس مع الزمالك، فهو هيكون اضافة قوية جدا جدا جدا. وهنشوف اللي هيحصل. هو اكيد عايش لاخر الموسم قاعد معانا، هنشوف. ما اعتقدش ان هو يكمل لغاية اخر الموسم، بس هنشوف. انت على ابواب افريقيا، على اعتاب الدوري، لازم انت تركز علشان في كارثة كبيرة لو حصلت فعلا ممكن تضرب الزمالك. ان هما بيتكلموا ان هما ياخدوا نتائج الدور الاولاني. لازم الزمالك يفوق يركز الماتشات الجاية علشان تلحق تبقى في مركز افضل من كده. واحنا عايزين منافسة على الدوري يا زمالك، افريقيا يا زمالك، نفسنا في افريقيا. ركزوا جدا جدا جدا، واسعوا ان انتوا تجيبوا افريقيا. الزمالك في سكات، مفيش اي صفقات، ما سمعناش اي حاجه. قالك ساعات ناصر منسي، واتكلموا فيه كتير، واتكلموا ان هو البنك الاهلي عايز مننا عروض قويه جدا، عايز ياخد لعيبه وعايز ياخد فلوس. فالموضوع برضو فناصر منسي ممكن يكون ريسك كبير، هنشوف اللي هيحصل. اما في اللعيبه اللي في الاعاره، كلام ان شبانه هيرجع من سموحه. شبانه مدافع قوي جدا، كويس جدا، ويجي بقى يقعد شويه الزناري، لان الزناري محدش قادر عليه. الزناري الراجل مش عارف يلعب. فانا كنت اعتقد محمود علاء كمان بيتقال ان هو ممكن يقطع عرضه من الاتحاد ويجي. محمود شبانه الله اعلم هيجي ولا لا، هنشوف. كل الكلام متمحور حول اللي ممكن يكونوا طالعين اعاره، هنشوف. كل حاجه وارده. الزمالك اكيد كل حاجه موجوده فيه. هنشوف لسه في كام يوم فاضلين، 4-5 ايام فاضلين في شهر يناير، تقدر تطلع فيهم الوضع. هنشوف هل الزمالك هيتغير ولا لا. كان معكم محمد في قناه زملكاوي، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسوش تقولوا لنا رايكم في الفيديو، وشكرا.